ممر بيربير، اخطر ثالث اخطر ممر في العالم هو هذا. واحد القضيه غادي نقولها لكم الدراري باش نسد هذا الموضوع. الدراري دابا انا في اقدم مطار سري اللي تم اغتيال فيه الملك حسن الثاني ولا محمد الخامس، ما عرفتش ما عقلتش، المهم تم اغتيال فيه الملك هو هذا. سمحوا لي تعطيت عليكم بزاف، راكم عارفين الا ما كانش فيديو ناضي راه ما غاديش نحط في اليوتيوب. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نهضروا على المغامرات ديال بن نسنس والخلعه اللي دارها المغاربه بسبب اخر فيديو داروا والتاثير ديالو على السلطات المغربيه. بزاف ديال الناس فاش غادي يسمعوني كنقول هاد الهضره يقول لك اودي اش جاب السلطات المغربيه لبن نسنس؟ السيد غير مسطي ومقيوس. انا ماشي انسان، فهمتيني؟ انا ماشي انسان، انا ماشي انسان. مره هو في البحر، مره هو في الجبال، مره هو في الويدان، مره هو في الاضرحه. يعني السيد فيما قال له بالو سير كيمشي. اش جابوا السلطات المغربيه؟ غير صبر وخليك معايا حتى الاخر باش تفهم اش واقع. القضيه ولات كبيره وكبيره بزاف، لهذا خليك معايا حتى الاخر باش تفهم شنو واقع. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نتمنى انكم تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك، ديروا معكم واحد الجيم وخليو لنا شي كومونتير تحفيزي. ديرها معك دابا على بركه الله. كنا تنعرفوا بن نسنس على انه واحد اليوتيوبر مغربي تيدير مغامرات، غالبا هاد المغامرات كتكون خطيره. مره تيمشي للاضرحه. المهم الدراري بقى لي والو نوصل، عندي ساعتين ديال المشي باش نوصل شمهاروش ولا شمهاروش، مالك ملوك الجن اللي كيقولوا. مره تيمشي للجبال، مره تيدخل في الغيران، مره تيمشي في الويدان، مره كياكل الكلاب، الحمير، اي حاجه جات قدامه فراه كياكلها. هاد السيد اللي معظم الفيديوهات ديالو كيخلقوا ضجه كبيره على منصات التواصل. فسولوه قالوا له دير اش كدير هادشي؟ قال لهم انا راني مقيوس وماشي انسان عادي. طرا لي مشكل في حياتي ماشي مع الانسان، المهم مع دوك الناس اللي كتعرف. كنت حلمت فقت بالليل مع ديك جوايه 3 4 الصباح، كنشوف بحال وجه انسان مخصر، فهمتيني، وجهه احمر، شفت فيه شافيه بحال هكا وانا نتغطى، فهمتيني، تغطيت. العود اللي غنشوف فيه بحال هكا ضربني صدري، فهمتيني، خرج من الشرجم حيت انا كنسكن فوق الصدر، خرج من تحت الشرجم وضربني صدري، شعلت فيه العافيه وكنغوت وما قادرش نغوت بحال ديك الزيره، فهمتيني، مزير بحال اللي حط عليا في قناطر ديال الزرع. صافي بديت كنخرخر مزيان، شافني جات عندي الوالده، فهمتيني، حلوا عليا الباب بصحه، صافي وانا نفيق. صافي من تما وليت ما عرفتش شنو كندير، فهمتيني. كندخل للبحر باللي عندي طقوس، كندخل للبحر بالليل مع 3 2 الليل، خصني ضروري ندخل للبحر، فهمتيني، بدون شعور. كندخل كنتهز، فهمتيني، كندخل 3 كيلومتر 4 كيلومتر. وباش نكونوا واقعيين وما يكذب عليكم حتى شي واحد، راه السبب اللي خلى بن نسنس يدير هاد الفيديوهات ويدير هاد المحتوى وغامر براسو ماشي هو انه مقيوس ولا قيصو شي جن، وانما السبب هو الفقر. الفقر يخلي الانسان يدير اي حاجه، يخلي الانسان يغامر بحياته، يخلي الانسان يدير محتوى اللي ماشي تما، المهم يدبر على راسو. وهذا هو السبب اللي خلى بن نسنس يدير هذا المحتوى. فما يكذبش عليكم شي واحد يقول لكم بانه راه مقيوس ولا ضربو شي جن. الحاله المعيشيه كيف ما كتشوف عايشه انا ديما الحمد لله، كنحمد الله ونشكر، وكنتمنى فهمتيني من المستقبل ندير انا السكنه ديالي. هاد حياتي كامله انا تزاديت هنا، ولكن باش هاد البيت هذا اللي بنيتو تقريبا شي 5 سنين ولا 4 سنين باش بنيتو. هاد البلاصه هادي كانت حمام، فهمتيني، طواليت كانت طواليت هنا، قرقاره، هي كاينه قرقاره هنا. خاصكم تعرفوا ان بزاف ديال الناس داروا هذا المحتوى قبل بن نسنس، لكن وللاسف النهايه ديالهم كانت مؤسفه. خوكم دخل لذاك العالم وخرج منه الحمد لله. شكرا لكم بزاف، نعاود نشكركم مره واحده اخرى. اصلا هذا الفيديو درتو غير باش نشكركم. وبالنسبه للاخوان اللي كيقولوا باللي السبب ديال هذا الشيء هذا هو المغامرات ديال الجن ولا القراءه ديال كتاب شمس المعارف، كنبغي نعترف لكم الاخوان باللي في 2018 2019 كانت عندي 18 عام 19 عام. دوك الفيديوهات كاملين اللي درت في ذاك الوقت ديال الجن، سواء من ويجا والتحديات ولا من دخول دوك الاماكن المهجوره، صراحه ونتمنى انكم تعذروني حيت هذا الاعتراف خصني اصلا نديرو، كنت ناوي نديرو قبل ما يطرا هذا الشيء هذا. دوك الفيديوهات
كنت كنزيد فيهم بزاف ديال المؤثرات الصوتيه، وبعض المرات كنشد شي حجره كنلوحها انا وكندير راسي تخلات بحال تقول كتفرجوا في شي فيلم ديال الرعب. لكن المغامرة الأخيرة اللي دارها بنسنس ولات تعتبر أخطر مغامرة ممكن شي إنسان عاقل أنه يديرها. السيد طلع لواحد الممر في أزيلان، هذا الممر اللي تعتبر ثالث أخطر ممر في العالم. مشى من تحتو وصايب واحد الزعلولة وبقى تيطيطش عليها، هذا الشيء بدون طاقم وبدون معدات السلامة. كلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الارض ولا في السماء والسماء. فئة عجبتها وفئة ما عجبهاش هادشي اللي دار بنسنس، وقال لك هذا راه تيأثرنا على الدراري وعلى الأطفال وعلى المراهقين، راه يقدروا حتى هما يوليو تيبغيو يديروا بحالو، وهذا الشيء راه كيشكل عليهم خطر. وحتى إدارة يوتيوب اعتبرت هذيك الفيديو فيديو خطير وكيهدد السلامة النفسية والجسدية ديال الناس، وقالت له ودي راه ما يمكنليش نخلصك على هذا الفيديو لأن هادشي اللي كديرو راه ماشي هو هذا. صيفطوا اليوتيوب، قال لك اليوتيوب بان الفيديو خطر، في اعمال خطيره كذا هذه. مؤخرا وبسبب المغامرات اللي تيديرها بنسنس وبسبب التفاعل ديال الناس مع ديك الفيديوهات ديال بنسنس، بزاف ديال الناس ولاو كيبغيو يقلدوه، والمشكله ان من بين هاد الناس كاينين اطفال ومراهقين. الخوف انا جيت دابا لهنايا تنقلب على العقارب، اليوم قررت نشد عقرب ونعيد بها اليوم العيد، نعيد بعقرب. يعني الناس ولات كتاثر بهاد المغامرات اللي كيديرها بنسنس، وهذا الشيء اللي خلى المغاربه وخلاهم ولاو خايفين على وليداتهم وكيطالبوا المسؤولين والسلطات المختصه انها تدخل في هذا الامر ودير شي حل. كاين اخبار كتقول ان السلطات المغربيه المختصه مؤخرا عقدت واحد الاجتماع باش تدرس القانون اللي غادي يخرج. هذا القانون كيجرم وكيمنع اي واحد يدير شي محتوى تيأذي فيه نفسه او كيحرض الناس واحد اخرين انهم يأذيو نفسه. يعني اي واحد بغى يدير شي فيديو ولا بغى يدير شي مغامره ولا شي حاجه غادي تولي خصو يمشي يشد الرخصه من السلطات المختصه، بحال الناس فاش كيبغيو يديروا شي فيلم ولا كيبغيو يديروا شي مغامره في شي بلاصه راه هما تيلتجؤوا للسلطه المحليه وكتعطيهم الرخصه. حتى هاد الناس صناع المحتوى غادي يولي خصهم يديروا رخصه باش عاد يمكن لهم يمارسوا داك الشيء اللي كيبغيو. هذا القانون راه تيتدرس دابا وغالبا غادي يدوز للبرلمان وغادي يتصادق عليه وغادي يخرج لحيز التنفيذ اقرب وقت ممكن. يعني هذاك الشيء اللي داروا بالنسنس راه وصل السلطات راه ما عجبش الحال، وراه كاينه دراسه القانون تيمنع بحال هادشي اللي كيديروا بالنسنس. يمكن اي واحد يدير هادشي لكن في اطار ما هو قانوني وما هو مرخص له. السلام عليكم.